النهارده بقى فيديو جديد. شايفين كميه اخضر مش طبيعيه، بس النهارده حبيت ان انا اجرب معاكم سناكات كلها باللون الاخضر على مدار اليوم جنب اليوم العادي بتاعنا. تمام، بس هنلون اليوم كده بلون اخضر جميل مع بعض. خلاص، جايبين بقى النهارده، جايبين نوع شيبسي، وعندنا الباكيه ده هنخليه للفطار، و ده بروتين بار، وده طبعا انا تقريبا جربتيه قبل كده وحسيتي ان هو ناقص سكر وكده، ولكن هنجرب حته الليمون اللي فيه هنشوف يعني هو منعش ولا من غير السكر ولا لا. وبصراحه كنت جايبه ده كمان عشان اجربه معاكم. دي باستا بالريحان، ولكن انا عندي اكل تاني برضو باللون الاخضر، والله باللون الاخضر، او على الاقل كان اخضر قبل التسويه، فمش عارفه اذا ممكن نجرب معاكم دي كتجربه، وممكن يبقى منها نعينه مثلا نبقى نسخنه في اي يوم تاني، عشان انتوا عارفين احنا مش بنرمي اي حاجه، او ان احنا ناكل الغدا بتاعنا العادي اللي موجود في اليوم. فهنجرب مع بعض، ممكن نخليها على فكره للعشاء يعني على حسب. تمام، فدلوقتي احنا عايزين نفطر، فهنفطر دي. وبصراحه احنا قلنا هنلون اليوم بس مش اليوم كله، فهنشرب ايس كوفي جنبها وبس كده. يلا بقى تعالوا نجربها مع بعض ونعمل الايس كوفي ونكمل الفيديو مع بعض. متنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب وتكتبوا كومنتات كتير، عشان في فتره جايه حاجات كده مختلفه، بس لسه مش حاسه ان انا متشجعه لها قوي، ولكن اي حاجه ببداها في حياتي بتبقى عندي رهبه منها جامده، وبعد كده بتمشي. نجحت ما نجحتش خلاص بنقفل وبنبتدي صفحه جديده ونحاول في حاجه تانية اوكي يلا عشان نبطل رغي. امبارح رغيت معاكم كتير قوي قوي قوي، فيلا النهارده نمشي الفيديو سريع كده. بصوا بقى هنجرب ده. انا كنت عامله الايس كوفي ولقيت ان اللبن لسه متلج وكده، فهناكل ده الاول على ما الايس كوفي يتعمل. كده مالك يا حبيبي، مالك يا كوكو؟ عارفين هو اسمه فرانش؟ هروح اتخانق معاه. فتحته يا جماعه، فتحته زي ما قلت لكم بقى، هو اسمه برانش. انا جايبه برضو من وقت المشتريات بتاعت بيت الجمله، فجبناه بقى نجربه. هو محشي مربى، يعني هو كرواسون عادي او باتيه عادي، محشي بقى جواه مربى قرفه، مربى ايه، مربى تفاح وعليها قرفه. تمام، حلو قوي. عارفين انتوا النايتس اللي هو بالفراوله، انتوا هتحسوا ان انا بشرح حاجه وده حاجه تانية خالص. هو كده طعمه قرب لي كده، حاسه ان انا اكلته قبل كده نفس الطعم بس في نايت يعني. حلو على فكره، يشبع يعني. لو حد في كليه او في حاجه وعايز يجيبه، لا حجمه حلو طعمه حلو، ممكن يسد جوع يعني. بصوا يا جماعه، انا الفتره دي بمر بمتلازمه غريبه جدا اسمها دينا. تمام، انا طول اليوم بعمل كده، طول اليوم مش عارفه ليه، ومن ساعه ما اتفرجت على الفيديوهات بتاعت الناس اللي بتقلس وكده عليها، وانا خلاص مضايقه هنا. فربنا يشفيني ويعافيني من الهبل اللي انا فيه ده، عشان الموضوع بدا ايه يضايق كل اللي حوالينا يعني. واخلصها بقى ونيجي اجيلكم، مينفعش نتكلم واحنا بناكل يا معفنين. انا دلوقتي خلصت تمام، فطار يعني، فهعمل بقى الايس كوفي. هنغش بقى في ده معلش. بصوا، انا ما بستحملش النسكافيه، عشان انا كنت شربته كتير قوي قوي وانا في ثانوي تالتة بالذات يعني، واثر عليا جامد، عشان كنت طبعا بقى ايه بذاكر وبتاع وكده، فكنت بشرب كتير عشان انا يعني بهمت بسرعه قوي، فكنت باخده عشان خاطر ان انا افوق يعني، وان انا ايه افضل مذاكره كم اكبر وكده بس. فدلوقتي هنعمل ايه بقى؟ هجربه. انا مش هشربه كتير، انا جايبه بس عشان عارفه ان الايس كوفي بيبقى احلى بيه، ولكن مش هعود جسمي عليه، عشان انا مش عايزه صحتي بصراحه تتاثر بسهوله. بحس الكوفي ميكس اللي هو على قد كده، لو انت عايزه تفوقي وفي نفس الوقت يعني، انا لو ما عنديش سبب افوق عليه انا مش هتجه للقهوه، فاهمين؟ وعشان كده انا ما كنتش بشربها كتير زمان. اقصى حاجه شربتها هو نسكافيه 3 في 1. تمام، مش بقى في القهوه ولا الكلام ده خالص، بتعمل لي ضربات قلب سريعه وحاجات كده. ف
هجرب معاكم كده ونشوف طعمه عامل ازاي. هتستغربوا ان اخر حد على الكره الارضيه جرب حاجه زي كده. نسكافيه ده موجود من ايام بولاكو يعني، ف مش عارف، بس ايه هنجرب يعني. تمام، جهزنا بقى المضرب عشان حاسه ان هو ضربه في الازازه هياخد وقت يعني، فيلا بينا. انا مش عارفه المفروض احط قد ايه، بس انا ممكن احط مثلا معلقه ونص مثلا. تمام، هنشوف يعني، هنجرب مع بعض. وهزود عليها بقى شويه ميه. اوكي، وعايزه احط عليها سكر عشان انا ما عنديش عسل، عشان نضرب كله مع بعضه. ادعولي بس يطلع حلو، عشان انا خليت جوزي يجيبهولي. هروح بقى نضرب عشان الصوت ودلكم. هو هيبان لكم ان انا نجحت، ولكن انا فشلت جدا جدا جدا. وطبعا المضرب بالنسبه لي ملوش جمال عليا، هي الازازه اللي عملت كل ده. المضرب خلى المطبخ كله، هو ساب وخلى المطبخ كله. بس بصراحه مش المضرب الصغير، لان انا اتفزلكت قلت ايه هياخد وقت وخايفه يا يصحى. استخدمت المضرب بتاع الهاند بلندر. بعد ما المطبخ كان نضيف، كانش ورايا حاجه خالص في المنطقه دي، وعندي جزء تاني في البيت عايز تعمل، فهنضيف له المطبخ معاه. الحمد لله على كل شيء يعني، مش مشكله. اليوم بادئ لذيذ جدا ما شاء الله يعني. خلاص هزود بقى اللبن. اوه لا لا، بص 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 بص, بص. فنانه فنانه. بصوا بقى، انا عشان برضو انتوا عارفين ان انا بفرز كل الحاجات صح، حتى كمان بفرزه هو اللبن. انا يا جماعه عندي استعداد ان انا اقعد طول اليوم اعمل حاجات في البيت، ولا اني حطيت فانيلا، ولا اني اخرج لحظه واحده اجيب حاجه في نص طبخه، في نص اكله، في نص ما بعرفش، بلغي الموضوع كله خالص وما بعملوش. هو انا كده يعني، انا اقعد اعمل لك كل اللي انت بتتمناه، بس نجيب حاجتنا مره واحده. فالحمد لله ان احنا النظام ده مريحني وبحبه يعني. بس بقى، فانا حطيت كراميل، حطيت النسكافيه، حطيت اللبن، حطيت فانيليا، شويه سكر، عشان مش قادره استحمل المراره دي كلها. كفايه المراره اللي في حياتنا. اول مره اشرب ايس كوفي بالفوم ده كله، فنقعد بقى اشربه بسرعه قبل ما يصحى. مش عارفه اخدكم معايا بقى في الترويق بقيه اليوم، ولا انتوا كده كده اصلا مش هتحتاجوا بقى ان احنا يعني نكمل بس السناكات وكده. هنشوف مع بعض. تمام، ما يغركوش طبعا ان البلاوز نضيفه. كل ده من ورا، مش عارفه هتشوفوا ولا لا، نسكافيه، بس انا قلبتها، احنا اهل يعني. بس هروح اشرب بقى واكلكم ونحاول ننضف القرف ده. بصوا، انا دلوقتي خلصت الجزء اللي كنت محتاجه اروقه في الشقه عشان اظبط كل حاجه. الحمد لله دلوقتي البيت كله تمام، وحتى بغسل، عملت دور وانا بروق المكان، وفاضل لي دور واحد بس ايه فوق كده بيخلص وخلاص. فانا اتهلكت فهناكل دي. وغير كده كمان يعني الترويق ما كانش هيتعبني بصراحه، ولولا ان في كارثه هنا. ثانيه واحده تعالوا بصوا 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 بصوا. انا مش عارفه ده ايه، ده ايه، ده ايه. طيب اصوت ولا تصوتوا انتوا؟ بجد يعني انا مش عارفه ده كله، عشان كنت عايزه اعمل ايس كوفي الصبح، وجربت تريك ان الناس بتستخدم الهاند بلندر. مالها الازازه مالها؟ فانا لو ما اكلتش دي انا انهار. خلاص دي برضو لقيتها، انا قلت انا هجيب كل الحاجات الغريبه لما اجي اعمل لكم الفيديو ده. دي هي دي شوكليت بار او بروتين بار، يعني هي فيها شوكولاته، فيها مكسرات، فيها كل حاجه تمام. اللي موجود فيها حالا بندق، وموجود فيها سوداني وشويه حاجات كده. وهي برضو مكتوب عليها كرانشي، شبه البتاع تقريبا نفس البراند بتاعت الباتيه بتاع الصبح. بصوا بقى حلاوه المولد، وعاملينها عاملين لها ستايلنج يعني من ايجيبت. بصوا هي حلاوه مولد يا جماعه، تعالوا ندوقها. عارفين انتوا بقى اكتر حاجه ما بحبهاش في الموضوع ده ايه؟ البتاع الشيبسي اللي هو بيبقى مسكر ده، اللي هو الكرانش الصغير ده، بشع بس يعني عنده.
والله العظيم حلاوه مولد والله. بس احنا هناكلها عشان هي صحيه لان ما فيهاش سكر كتير، تقريبا ما فيهاش سكر خالص تقريبا، معموله بالعسل تقريبا يعني، لان ده اللي مكتوب عليها. معموله بالعسل، بس هي فيها ايه، نسبه يعني مش مراره، فاهم؟ تاكلوا حاجه الهيلثي هو كده. فانا هاكلها بعد كده اروح اخلص الكارثه دي، كارثه. يعني انا عندي اكل وكنت خلاص يا دوب اللي هو الجزء اللي خلصان ده هخلصه، خلصه الجزء اللي فاضل لي ده هخلصه من البيت في الترويق. كنت هقعد عشان انا قايله في الفيديو اللي فات ان انا تعبانه، مفعتوش حاجات يا جماعه، احنا بنصور عيب كده. ف هخلصه هنهدى، مش هنتعصب. يعني انا من اول اليوم بيحصل حاجات غريبه جدا، ولكن روحي النهارده كويسه تمام، مع اني بفكر في الموضوع مشتتني جدا 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 وتعبانه طبعا من البرد، ولكن برضو مش هستسلم للنكد عشان انا على تكه، بس مش هستسلم خلاص كده. بس كده هخلص واوريكم انا صلحت الموضوع ازاي. ناخد قطمه تانية معانا الشيبسي، بس الشيبسي مش هناكله ونكافئ نفسنا بيه غير لما نخلص كل حاجه خلاص كده. هذا المكافاه بتاعتنا وهي نايم، فهخلص دي على رواقه، نطبخ على رواقه وجيلكم دلوقتي. بقى جه وقت المكافأة بتاعتي. طب المكافأة عن ايه بقى؟ عن المنظر اللي انا خليته هنا ده. طبعا الستاند ده كان متبهدل، كل ده كان متبهدل لو انتوا فاكرين، كل حاجة عملتها. فهاكل بقى دلوقتي عشان جوعت جدا. حتى الارض ظبطتها، كنت كل ما بنزل بعيني كل ما بلاقي كارثه اكتر. كل الادراج دي كانت بايظه، كل الارض، كل حاجه، الباب، التربو، التلاجة، كل حاجه. فعملت كل حاجه الحمد لله. غسلتها الاول بميه وصابون، وبعد كده نشفتها، وبعد كده عطرتها بالمعطر بتاعنا. فهناكل ده تمام. ده كورن رينجز تمام. بايه ده؟ بكريمه البصل تمام. لسه ستيل محافظين على التحدي اهوت، وكله لون اخضر في اخضر. هنقعد ناكله بقى وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. 4 خلاص. فدلوقتي هنعمل بقى المكرونه دي كسناك كده ناكله. هي على فكره ممكن تكفي فردين، انا اوقات بزود عليها مكرونه. بس النوع التاني اللي هو كنت جايباه المره اللي فاتت كان الفريدو، ده بالريحان تمام. المكرونه عاديه بالريحان، صوص ريحان. فهي اللي جوه اللي هي الشكل ده كده، اللي هي مش الاقلام، فانا ما عنديش منها ان انا اديها يعني كميه اكتر، فهعمل دي بس وخلاص. هاكل منها اللي هاكله والباقي هعينه في الفريزر اليوم تاني عادي. ما ترموش حاجه، كل حاجه بتنفع، وخصوصا لو انتم شغالين زي ما قلت لكم او ازواجكم جايين متاخرين. فده يبقى سناك كده لذيذ كده في النص وخلاص تمام. هي ده من بره ازرق، ولكن احنا لينا ان احنا هناكل باستا بصوص الريحان تمام. احنا لينا شكل الطبق في الاخر. هنجهزه بقى. انا دلوقتي مشغله الميه تغلي واحط عليها، واقول لكم بقى الطريقه. هي ليها مكان كمان بتتفتح منه، مش عارفه مش راضي يفتح، هو عايز مقص. لا هو عمل لنا العلامه يا جماعه. خلاص المكرونه بقى اللي هي الشكل ده انتوا عارفينها تمام. وده بقى بيبقى انا عملتها معاكم قبل كده فري، روحوا اتفرجوا عليه، بس ما كانش النوع ده يعني، هو الضحى، ولكن الصوص كان الفريدو مش ريحان. ده بقى الباكت اللي بيبقى فيه الصوص اصلا. انا عملتها المره اللي فاتت سلقت عادي المكرونه تمام. بيقول لك بقى حطها وحط معاها نص كوب لبن، نحط الكيس اوكي ونقلب وخلاص، ونحط عليها المكرونه المسلوقه. فهي سهله جدا يعني. بس انا هعمل في كله في طاسه واحده، فهستنى ان المكرونه تستوي، وبعد كده هعمل في نفس الصينيه او الحله اللي انا مستخدماها هعمل فيها الصوص ده تمام. فاقابلكم بقى بعد ما تجهز. تمام انا جهزتها. بصوا لونها والله اخضر، بس هي مش باينه لكم هنا قوي، ولكن صورت لكم ريل حلو قوي هتشوفوه تمام. هي بصوا مش كل الناس بتحب المكرونات، بس اي حد بيحب المكرونات هيحب دي قوي. بس بصراحه المكرونه كده عايزه تستوي شويه. بصوا
كميتها حلوه على فكره، يعني عامله طبقه مثلا يعني يكفي ممكن فرد ويسيب شويه منه كمان، فاهمين؟ حلوه. في خيانه تانية بقى بصراحه، هي دي. ده ايه بقى؟ هندوق عشان عطشانه وبعد كده اقول لكم. اللي هو على المزازه وفي نفس الوقت مفيهوش سكر كتير، فدي حاجه كويسه جدا. ده ليمون منت عادي، احنا جربنا منه حاجات كتير قبل كده زي ما انتوا فاكرين، اللي هو بيبقى فيه بذور ريحان ده، فهو حلو. ده المره دي سكره مظبوط عن المره اللي فاتت. المره اللي فاتت جربنا منه تقريبا موكا، وجبنا قبلها كان كوكونات مع حاجه، كان مع اناناس تقريبا او حاجه زي كده. فجربنا منه انواع كتير، كل مره ان شاء الله راح اجيب لكم نوع جديد، بس بصراحه غاليه شويه ولكن ما يغلاش عليكم يعني، عشان تعملوا لي لايكات كتير. اوكي اوكي. فانا هروح بقى دلوقتي اكمل الحاجه دي. بصوا يا جماعه بصراحه انا في حاجات مش بخلصها كلها، ليه؟ عشان ببقى بصراحه بشير مع جوزي فيها، عشان لما يجي يدوق منها كل الحاجات اللي انا قدامكم كلتها انا سبت منها جزء صغير لجوزي، وعشان بصراحه مش عارفه اكلها من غيره فسبت له الحاجات دي. تمام بس كده. فقولوا ما شاء الله، قولوا ما شاء الله. ماشي. هروح بقى اكمل الاكل، بس مش هاكل كتير عشان اكل التاني مع جوزي. بصراحه والله انا مش هخونكم، انا هاكل كرنب، والكرنب اصلا لونه اخضر صح، ومصوره لكم الفيديو اللي فات مصوره لكم فيه فكان لونه اخضر ولا ايه. هاكل شويه صغيرين عشان انا بحبه. خلاص كده ده غدا، اعملوا نفسكم مش عارفينه. تمام. ولكن العشاء مستنياكم بقى على حاجات كده لذيذه هناكلها بالليل، ومش حاجات، هو حاجه فاضله هي بس اللي احنا هنتعشى بيها وخلاص كده، وننهي الفيديو مع بعض. تمام كده. خلاص يا جماعه هو انا باكل انتوا مش بياكل، اكلوا معايا ويلا باي. اقابلكم بقى في العشاء. انا ده العشاء، مش هقدر اطلع معاكم اكتر من كده بصراحه. بصوا بنتفرج على الافتتاح بتاع المتحف، بس مش كله يعني، جوزي ما كانش راضي عشان مش بيحب الحاجات دي، بس ايه انا قنعته ان احنا لازم نتفرج يعني. ده بصوا بالاناناس كده. اوكي. هو شكله بيبقى كده من جوه، بيبقى فيه قطع كمان كده. ده جرين يوجرت، طبعا البروتين فيه اعلى بكتير من الزبادي العادي، فهنتعشى بيه بس وخلاص. ممكن لو احتاجنا ناكل فاكهه او حاجه تانية بالليل وخلاص كده، عشان بصراحه امبارح متعشيه كرنب والنهارده متغدياه وامبارح متغدياه، ف ذاتس انف يعني، كفايه قوي كده. فخلاص كده بقى يعني ايه هناكله بقى، عشان هو اصلا قرب كمان يخلص الصلاحيه بتاعته، فعايزين نستغله يعني. تمام. وقولوا لي برضو انتم متابعين الافتتاح ولا لا. مش عارفه يا جماعه، بحس ان احنا بنتفرج على الحاجات دي كده ان احنا حبينا مصر فجاه ومش عايزين نسيبها. انا طول عمري اصلا ضد السفر وضد الحاجات دي كلها.